السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله احنا هنتكلم مع بعض عن ازاي تنظم يومك وخطتك اليومية وفي ثانوية عامة. ونبدأ بأول حاجة، وده كانت خطة أنا بعملها وأنا كنت طالب ثانوية عامة، فدي كانت خطة كنت ماشي عليها يعني فترة الحمد لله كانت كبيرة يعني، وساعدتني يعني إن أنا أنجز حاجات كتير. وهي كنت بصحى قبل الفجر بساعة كده ولا حاجة، وبعد كده ممكن تاخد لك كده دش بارد عشان الجو حر أوي بصراحة. بعد كده تاخد لك القهوة بتاعتك وتقعد في حتة هادية تهدي أعصابك خالص. بعد ما تصحى كده هتفضل مثلا، او مش هتفضل حاجه، مش هتفضل وقت يعني، فهتروح تنزل تصلي الفجر. بعد ما تنزل تصلي الفجر هتيجي هتقعد معاك كشكولك والقلم بتاعك، وخلي لكل ماده كشكول خاص بيها اللي طول السنه يعني تكون معاك. بعد ما تبدأ تذاكر هتخلي مثلا 45 دقيقة مذاكرة، أو تاخد مثلا ريست من 5 دقايق ل10 دقايق وما تطولش عن كده. ونصيحة برضك ما تخليش تليفون جنب ايدك، بحيث ان انت كل ما يجيلك نوتيفيكيشن لا طب انا عايز اشوفها، طب مين عمل ايه، طب مين بلاش الكلام ده كله، لان ده بينزف طاقتك وبيقلل تركيزك خالص. فهتبعد التليفون عنك طبعا بحيث ان انت ما تتشتتش. تاني حاجة بقى هتعملها، هتبدأ تذاكر من بعد صلاة الفجر لحد أول ميعاد لدروسك، سواء كانت الساعة 9 أو 10 أو حتى بعد الظهر. هتبدأ تذاكر المدة دي كلها. في المدة دي هيكون الدنيا هادية، مفيش حد بيشتتك، مفيش حد بيقل من تركيزك، فكل ده هيكون تمام أوي. بعد ما توصل أول درس أو تخلص دروسك من حوالي مثلا يكون 5 ساعات أو 6 ساعات حسب ما أنت هتكون مخلص جدولك إيه أو وقتك إيه. بعد كده هتيجي تاكل لك لقمة، تتغدى، تعمل اللي أنت عايزه يعني. وبعد كده لو قدرت تعمل بعض الواجبات او بعض الحاجات المهام بتاعت الدروس كان بها، ما قدرتش هتنام لي مثلا على الساعه 10 ولا حاجه، وتعمل نفس الكلام اللي انت عملته. نصيحه ما تتكسلش، وخلي فيه كل يوم ورد من القران. الموضوع ده هيفرق معاك جدا، وحتى يا عم هتكسب حسنات. ده كانت روتين كده، او مش روتين، هي خطة كده لطيفة تقدر بيها تذاكر بيها وتلم اي حاجة وما تتراكمش اي حاجة عليك من اولها كده. سنة زي اي سنة والله العظيم مش ببالغ، هي بس محتاجة مجهود وصبر شوية، لان هي سنة طويلة مش زي السنين اللي انت يعني ايه درستها قبل كده. فاصبر ورتب كده امورك من الاول، وما تجربش مدرسين كتير، حاول تثبت. ولو مش عارف مدرسين اسأل، او اسألني انا شخصيا، ممكن افيدك في المواد اللي انا يعني كنت انا فيها، لان انا كنت علم رياضه، فافيدك في المواد اللي انا يعني درستها. فالموضوع بسيط، ما تتشتتش، ركز كده اللي المدرس يقول لك عليه اعمله. مش شايف ان المدرس ده كويس او ناقص في حته انت ممكن تشتغل عليه، او المدرس ده خلاص مش كويس ومش عارف يكمل معاه ما فهمش منه، غيره فورا. ما تستناش، ما تقوليش صاحبك مثلا ده بيروح معايا فهروح، لا بلاش. الموضوع ده ما بيبانش قوي طول السنه، بس بيبان بقى لما يظهر الوجعات وتلاقي نفسك مثلا انت ضايع، او في اجزاء انت مش فاهمها كتير واصحابك سابقينك وفاهمين كل ده. فانت تبدا بقى تقول يا ريتني كنت عملت كده. فعشان ما تقولش يا ريتني كنت عملت كده من بدايه السنه، فانت تنقي المدرسين صح، ولو مش عارف اسال الاكبر منك هيفيدك بمعلومات. دي اول حاجه. تاني حاجه برضك يعني نصيحه مني، صاحب يعني حد قلبه عليك، يعني بيخاف عليك. تعالى نروح درس، تعالى نلخص، تعالى هنذاكر النهارده، هنعمل جدول مع بعض، بس ما تذاكرش معاه. اللي انت ما تقعدوش انتوا الاثنين تذاكروا مع بعض، لان الطريقه دي مش فعاله خالص. الطريقه دي انا جربتها ومش يعني ما كانتش احسن حاجه. كل واحد يذاكر في بيته تمام. ما تذاكرش مع اصحابك، انت في حته وهو في حته، عشان تقدر تنجز اكبر قدر. وبس خلي جدولك انتوا الاثنين، احنا النهارده نعمل مثلا 1 2 3، فخلاص هننجز الكلام ده كله. دي يعني ايه اشمل طريقه يعني واحسن طريقه. ولو حاجه وقفت معاك ما تنساش تسالني، وما تنساش تعمل لايك وفولو وشير للفيديو ده. سلام عليكم.